انت عارف ان الكتاكيت بترقص باليه؟ والله بكلمك بجد، ممكن تلاقي الطيور عندك واقفه على اطراف صوابعها وباصه للسماء وفاتحه جناحاتها وبترقص باليه، بس ما تضحكش عليهم يعني، ده فعلا وضع مرضي اسمه وضع راقصه الباليه. بيحصل ليه بقى؟ المرض ده اسمه العلمي انسيفالومايليشيا او ليونه في المخ سايح حرفيا نتيجه نقص عنصر زي السيلينيوم وفيتامين زي فيتامين ه، ده اثناء النمو نقصهم بيسبب المرض ده، وبالتالي بيعمل اعراض عصبيه زي اللي قلناها دي. بنلاقي الكتكوت واقف على اطراف صوابعه بيرتعش وبيتمايل، ممكن يكون فاتح جناحاته وممكن يكون باصص للسماء. وفي مرض تاني اسمه وضع التامل في النجوم، اتكلمنا عنه قبل كده، لو حابب ترجع تبص على الحلقه هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن. نتعامل مع المرض ده ازاي بقى؟ اهم حاجه نمده بفيتامين ه وعنصر السيلينيوم، او زي ما موجود في السوق اسمه فيتامين ه سيلينيوم، وندعم الاعصاب بفيتامين ب مع تظبيط المكان والتهويه الكويسه. طب ازاي افرق بين المرض ده ومرض تاني برضو بيخليه عامل زي راقصه الباليه، اللي تلاقي الفرخ واقف وفاتح رجل ورا ورجله قدام زي كده، او فاتح رجله في الجنب زي كده؟ المرض التاني ده اسمه بيروزيس او الوتر المنزلق. من اهم اعراضه زي ما قلنا بنلاقي رجل ورا ورجل قدام، او فاتح رجليه الاثنين في الجنبين، او فاتح رجل واحده في جنب ومش قادر يقف. ودي بنميزها بالتشريح، لما نبص في المفصل بتاع الركبه بنشوف الوتر المنزلق ده، وبيكون من اهم اسبابه نقص فيتامين ب اثناء النمو وعناصر غذائيه مهمه زي الكولين والنياسين والبيوتين. بنتعامل معاه ان احنا نمد الطائر بالعناصر الغذائيه دي ونمده بفيتامين د عشان ما يحصلش حالات جديده من المرض ده، وبيبقى صعب الحاله اللي ظهر عليها العرض انها ترجع تاني تقف على رجليها طبيعي، لكن احنا بس بنمنع ظهور حالات جديده. الخلاصه مش كل كتكوت بيرقص واقف على طراطيف صوابعه فاتح رجليه باصص للسماء يبقى نكته، ده ممكن يكون عرض لمرض خطير ممكن ينتشر في كل الطيور. لازم نفهم ايه ده ونتعامل معاه صح عشان ما يحصلناش مشكله كبيره. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطريه.